في 8 علامات تدل على ان عندك دهون على الكبد. واحد، وجود الام في كتفك اليمين او في ناحيه الرقبه اليمين او تحت لوح الكتف اليمين، وده بسبب ان بيبقى الكبد عليه دهون وبيحصل تضخم والتهابات في المراره والكبد، وده بيضغط على الفرينيك نيرف وده عصب بيمتد ناحيه اليمين وبيسبب الالام دي. 2، ظهور دهون بقى البطن والكرش بسبب الدهون اللي مش لاقيه مساحه بعد ما غطت الكبد بشكل كامل، الدهون دي بتزيد جوه وتبقى اسمها الفيسرال فات او الدهون الحشويه عندك. 3 بقى سبايدر فينز او الاورده العنكبوتيه، وده بسبب ان اغلب اللي عندهم دهون على الكبد بتبقى مستويات هرمون الاستروجين بتعلى شويه. 4، الجاينيكوماستيا او التسدي عند الرجال، وده زي ما قلنا ان بسبب ارتفاع دهون الكبد بيرتفع هرمون الاستروجين شويه. 5، بيجي لك تورم في القدم اليمين، ده بسبب ضعف الدوره الدمويه بتاعه الكبد الدهني. 6، حكه في ايديك او ايدك بتاكلك، وهنا مش معناها ان جايلك فلوس، لا انت جايلك دهون على الكبد. 7، الهايبوثايروديزم او خمول الغده الدرقيه، وده بسبب الكبد الدهني، وده بيمنع تحول التي 4 لتي 3 جوه الكبد. 8، التعب المستمر. الحل الامثل بقى ايه لدهون الكبد؟ اول حاجه انك تقلل مقاومه الانسولين عن طريق انك تقلل في وزنك وتتخلص من الدهون الحشويه في البطن. يعني لازم تعمل برنامج تغذيه مظبوط جدا ويراعي المشاكل اللي عندك، لازم تبقى فيه مواظبه على التمارين بشكل مهم وما يكونش التمرين متصمم وتبقى فيه اوفر تريننج، ولازم تبعد عن الاسترس والاجهاد كويس جدا وتبعد عن اي حاجه بتعلي الكورتيزول، بجانب بقى ان في مكملات واعشاب بتساعد جدا على تقليل دهون الكبد.